أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على أهم ما جاء في الدفعة الأولى من الجولة الرابعة للبطولة الوطنية. وقبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش باش تشتركوا في القناة ونستناو تعليقاتكم في آخر الفيديو. مرحبا بكم. نبداو بالملعب التونسي. الملعب التونسي يواصل حصد النقاط بعد الفوز على اتحاد تطاوين 2-0. الملعب التونسي لثالث مباراة على التوالي ما يقبل حتى هدف. الملعب التونسي كان كمل بطل الخريف السنة اللي فاتت. الملعب التونسي اللي خلى شكري الخطوي يواصل تدريب الفريق، وهذا نتيجة، وهذه النتيجة الاستمرارية في الإدارة، في إدارة فنية، في كل شيء. الاستمرارية تعطي كان النتائج الباهية. شكرا للملعب التونسي، وإن شاء الله الملعب التونسي يواصل على المنوال هذا ما يضفي للبطولة إلا إثارة، ويخلينا نشوفوا بطولة مثيرة كما إن شاء الله كما السنة اللي فاتت. بالنسبة لبقية المباريات كانت قسمة خيان بين الاتحاد المنستيري ومستقبل مرسى والأولمبي الباجي وشبيبة القيروان. بالنسبة لمباراة النادي الرياضي البنزرتي والنادي الإفريقي، توقفت في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، يعني في الدقيقة 48 بعد افتتاح النتيجة عن طريق فراس شواط. بعض الجماهير النادي الرياضي البنزرتي قامت بالاعتداء على مساعد المدرب، والحكم بمنطلق القانون وقف المباراة، والنتيجة تروح للنادي الرياضي الافريقي بالفوز 2-0. هذا القانون، وعقاب للنادي الرياضي البنزرتي ب3 مباريات ما يلعبش في ميدان. هات نرجعوا لأهم ما جاء في المباراة. في الشوط الأول، كان ند للند. زوز فرق واقفة بالصحيح، واقفة مليح. زوز فرق سكروا مفاتيح اللعب. كانت مباراة فيها شبه أو أنصاف الفرص، ما كان الشوط توب، كان دون المتوسط. مع انطلاق الشوط الثاني النادي الافريقي دخل بقوه وقدر يسجل عن طريق فراس شواط. ما راعنا الا الدميات تجري ومباراة وقفت، وشفنا الناس الكل، وما شاء الله على التصويرة المزيانة اللي مش نسوقوها للبلدان الأخرى على البطولة متاعنا. هذا يخليني نفتح قوس على جماهير النادي الرياضي البنزرتي، أو قوس على جماهير الكرة التونسية بصفة عامة. يا خويا الوقتاش جماهير تعتدي على الأمن، جماهير تعتدي على المسؤولين، جماهير تعتدي على الملاعبين، أمن يعتدي على الجماهير. إيش خلانا نشوفوا حاجة جديدة؟ جماهير في بعضها، جماهير من نفس الفريق ويتضاربوا وتبابز ومانيش عارف شنو الحصيل. الحاجة السؤال يطرح نفسه هو، وإن نفس الجماهير هذه نهار السبت ولا نهار الأربعاء ولا نهار الثلاث يتفرجوا في الشامبيونز ليج ويتفرجوا في البطولة الأوروبية بصفة عامة، يبقاو حالين فهم علاش من لا كورة ومن لا جمهور ومن لا دخلة ومن لا مانيش عارف. واحنا وين من هذا الكل؟ وعلاش نبعدوا لأوروبا؟ احنا نمشي للمغرب، نمشي للجزائر، ناس طايرة بين تيران. وشنو والحلول عندها 20 عام ما فماش حلول. معناتها تصور انت نحكيه من 2000 ومانيش عارف انا، نحطوا من الثوره اي 15 عام ما فماش حلول. 15 عام ولا واحد جاب فكره وجاب حل. يا خويا يعملوا لنا بطاقه تعريف نتاع دخول الملعب، اللي يحب يدخل الملعب عنده بطاقه تعريف رياضيه، مانيش عارف هي ابسط حاجه. معناتها خويا خلي اعملوا كاميراوات في الملاعب. تقول انت فيش من كاميراوات يا معلم؟ احنا ما يعني بصراحة ثم يلزم حلول جذرية، يلزم حلول تساعد باش تنهض بالرياضة، تساعد باش في ماتش تجا 40 سخانة، جاهم يلعبوا 40 سخانة، هذا بريمو 40 سخانة واستاد فيه الضوء. علاش في تونس مرة نسمع في واحد يتكلم من الجامعة نسيت اسمه، يحكي على المساواة بين الفرق. تمام، مساواة يا معلم،
40 سخانه يا خويا غير يلعب 8 نتاع الليل كيما في اوروبا. اي فريق يلعب نصف نهار ونص ولا ماضي ساعه ونص. معناتها تشوف الريال تلعب 8 وال6 وال4 وتلعب نصف نهار ونص. الفريق هذاك اليوم يلعب ال6 غدوه يلعب ال4، الجمعه الجايه يلعب 8، الجمعه اللي بعدها يلعب ماضي ساعتين في السخانه عادي. اما عليه الفرق الكل ملعب بالضوء وانت حاط لي الماتش 40 سخانه عليه. في ودي حاله بالرسمي حاله. وهذا ما يخلينا معناتها تشوف الناس كلها معناتها على اعصابها، وتشوف الناس 40 سخانه يا اخوي. الجوار على اعصابه والحكم على اعصابه والمدرب على اعصابه والجمهور على اعصابه و40 سخانه. كان جاء في الليل ماتش صدقوني ممكن ما يصيرش فيه شيء. اول هذا تشيخ كوره الساعه، الدنيا بارده وملاعبيه شيخه وجمهور شيخ، الناس كل تبدا شيخ. معناتها هذا ما يعطيش عذر للجمهور ولا الملاعبين باش يعملوا اللي يحبوا. لكن بصراحه نحونا حكايه المساواه. المساواه هذه والناس كل تلعب فرد وقت نحيوه يا اخوي. ما يسالش اللي عنده ضوء في الستاد خليه يلعب في الليل، خليه يلعب في الليل ما يسالش. ما يلعبش المباريات الكل، اما خليه يلعب مره في الليل ما يسالش عليه. حتى باش تبيع البث والناس تتفرج على اكثر كوره، حاط لي 2 ماتشات فرد وقت ولا 3 ماتشات فرد وقت. علاش باش تتفرج؟ انت ما عندك علاش تتفرج، ما عندك ايش تحلل وما عندك كيفاش تحكي في المباراه. انا تتفرج تسمع في الراديو ولا تتفرج معناتها يا خويا لازم نغيروا في النظره للكوره والرؤيه للكوره وكل شيء. لازمنا نبدلوه، لازم كل شيء يتبدل. معلش نحكوا مش تبدل. ثم حوايج بساط تبدل تسهل الامور. ما الواحد عامل فيه ذو انت راتس باش تلعب فيه الاسبيرونس والكليب في ماتشات تشامبيونز ليج، ولا يلعب فيه المنتخب التونسي وكاهو. عاد الواحد عامل فيه ذو. ما هو حتى المنتخب خليه يلعب الاربعه نتاع العشيه وكاهو الواه. معناتها ثم حوايج والله لا يقبلها العقل، قسم بالله ثم حوايج ما يقبلهاش العقل. معناتها ماتش 8 خليه يلعب ال6 نتاع العشيه ال7 8، خلي الناس تشيخ كوره تتفرج. حتى الجوار يكون مش يعطي 60% يعطي 100%. يبدا فريشير فيزيك ويبدا شايخ يعمل جو على الكوره. لا الاربعه نتاع الثلاثه نتاع العشيه 40 سخانه يا اخويا عليه. مش معقول والله مش معقول. الحاصل النادي الافريقي حق المطلوب يعود ب3 نقاط من وزاره ملعب الصعيب. حتى لو كان المباراة ما كملتش، لكن القانون طبق والنادي الافريقي يفوز ب3 نقاط بنتيجة 2-0. وبالنسبة للرياضي النادي الرياضي البنزرتي يتعاقب 3 مباريات خارج ميدانه. هذا ما عنا في فيديو اليوم. نقول لكم بارك الله فيكم وشكرا على المتابعة، وما تنسوش تعليقاتكم في آخر الفيديو، وإن شاء الله في فيديو جديد إن شاء الله.